قاعة الغرفة الأطلسية الجنوبية للصيد البحري بالداخلة من طرف المنظمة المغربية لمتطوعي المسيرة الخضراء بالتنسيق مع النيابة الجهوية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بجهات الداخلة والجداد. نعم، وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء، مذكرا جلالته في مستهل خطابه أن تخليد هذه الذكرى 47 للمسيرة الخضراء شكلت مرحلة حاسمة في مسار ترسيخ مغربية الصحراء. وفي هذا السياق يبرز جلالة الملك أن توجه المغرب في الدفاع عن مغربية الصحراء يرتكز على منظور متكامل يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمنطقة. وعلى هذا الأساس يؤكد جلالته أنه إذا كانت هذه الملحمة الخالدة قد مكنت من تحرير الوطن، فإن المسيرات المتواصلة التي يقودها جلالته تهدف إلى تكريم المواطن المغربي خاصة في هذه المناطق العزيزة. وفي هذا الإطار يندرج البرنامج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية الذي تم توقيعه تحت رئاسة جلالته في العيون في نوفمبر 2015 والداخلة في فبراير 2016. وفي هذا الشأن يوضح جلالة الملك بأن الأمر يتعلق ببرنامج تنموي مندمج بغلاف مالي يتجاوز 77 مليار درهم، ويهدف لإطلاق دينامية اقتصادية واجتماعية حقيقية وخلق فرص الشغل والاستثمار وتمكين المنطقة من البنيات التحتية والمرافق الضرورية. لذلك يعتبر جلالة الملك هذا البرنامج طموحا يستجيب لانشغالات وتطلعات سكان الأقاليم الجنوبية، وتتحمل السلطات المحلية والمنتخبة مسؤولية الإشراف على تنزيل مشاريعه. وفي هذا المضمار وبعد مرور حوالي 7 سنوات على إطلاق البرنامج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، يثمن جلالة الملك النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها، حيث بلغت نسبة الالتزام حوالي 80% من مجموع الغلاف المالي المخصص له. وفي هذا الإطار تم إنجاز طريق السريع تيزنيت الداخلة الذي بلغ مراحله الأخيرة وربط المنطقة بالشبكة الكهربائية الوطنية، إضافة إلى تقوية وتوسيع شبكات الاتصال. كما تم الانتهاء من إنجاز محطات الطاقة الشمسية والريحية المبرمجة، وسيتم الشروع قريبا في أشغال بناء الميناء الكبير الداخل الأطلسي بعد الانتهاء من مختلف الدراسات والمساطر الإدارية. وعلى الصعيد الاقتصادي الذي يعد المحرك الرئيسي للتنمية، تم إنجاز مجموعة من المشاريع في مجال تثمين وتحويل منتجات الصيد البحري الذي يوفر آلاف مناصب الشغل لأبناء المنطقة. وفي مجال الفلاحي تم توفير وتطوير أزيد من 6000 هكتار بالداخل وبجدور، ووضعها رهن إشارة الفلاحين الشباب من أبناء المنطقة. وتعرف معظم المشاريع المبرمجة في قطاع الفوسفات والماء والتطهير نسبة إنجاز متقدمة. وفيما يتعلق بالمجال الاجتماعي والثقافي، يشيد جلالة الملك بعدة إنجازات في مجالات الصحة والتعليم والتكوين ودعم مبادرات التشغيل الذاتي والنهوض باللغة والثقافة الحسانية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية الوطنية الموحدة. وفي هذا السياق يدعو جلالة الملك القطاع الخاص المطبوع بروح المسؤولية الوطنية إلى مواصلة النهوض بالاستثمار المنتج بهذه الأقاليم، لا سيما في المشاريع ذات الطابع الاجتماعي. كما يدعو جلالة الملك لفتح آفاق جديدة أمام الدينامية التنموية التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية، لا سيما في القطاعات الواعدة والاقتصاد الأزرق والطاقات المتجددة. وعلى صعيد آخر يذكر جلالة الملك الصحراء المغربية قد شكلت عبر التاريخ صلة وصل إنسانية وروحية وحضارية واقتصادية بين المغرب وعمقه الإفريقي. لذا يعرب صاحب الجلالة على أن المغرب سعى من خلال العمل التنموي الذي يقوم به إلى ترسيخ هذا الدور التاريخي وجعله أكثر انفتاحا على المستقبل، وهو توجه ينسجم مع طبيعة العلاقات المتميزة التي تجمع المغرب بدول القارة الإفريقية، والتي يحرص عليها المغرب على تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة لشعوبها الشقيقة. وفي هذا الإطار بادر جلالة الملك الملم مع أخيه فخامة السيد محمد بوخاري رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية بإطلاق مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب الذي يسجل التقدم الذي يعرفه هذا المشروع الكبير طبقا للإطار التعاقدي الذي تم توقيعه في دجنبر 2016. وفي هذا الإطار تشكل مذكرة تفاهم موقعة مؤخرا بالرباط
مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وفي نواكشوط مع موريتانيا والسنغال لبنة أساسية في مسار إنجاز المشروع الذي يعكس هذا التوقيع التزام البلدان المعنية بالمساهمة في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي وإرادتها السياسية لإنجاحه. وفي هذا الصدد اعتبار لما يوليه جلالة الملك من أهمية خاصة للشراكة مع دول غرب إفريقيا، فأنبوب الغاز نيجيريا المغرب يعتبر أكثر من مشروع ثنائي بين بلدين شقيقين. وفي هذا المضمار يتطلع جلالة الملك من هذا المشروع أن يكون استراتيجيا لفائدة منطقة غرب إفريقيا كلها التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 440 مليون نسمة، وذلك لما يوفر من فرص وضمانات في مجال الأمن الطاقي والتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية بالنسبة للدول الخمسة عشر المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إضافة لموريتانيا والمغرب. وعلى هذا الأساس يعتبر مشروعا من أجل السلام والاندماج الاقتصادي الإفريقي والتنمية المشتركة، مشروع من أجل الحاضر والأجيال القادمة، وأيضا من نظر للبعد القاري لأنبوب الغاز نيجيريا المغرب. يعتبر جلالة الملك كذلك بأنه مشروع مهيكل يربط بين إفريقيا وأوروبا، مشيدا جلالته بدعم المؤسسات الماليه الاقليميه والدوليه التي عبرت عن رغبتها في المساهمه الفعليه في انجازه. وبناء عليه يجدد صاحب الجلاله الانفتاح على جميع اشكال الشراكه المفيده من اجل انجاح هذا المشروع الافريقي الكبير، مؤكدا على حرص المغرب على مواصله العمل بشكل وثيق مع اشقائنا في نيجيريا ومع جميع الشركاء بكل شفافيه ومسؤوليه من اجل تنزيله في اقرب الاجال. وفي ختام خطاب الملك السامي اعتبارا للوفاء لروح المسيرة الخضراء ولقسمها الخالد، أكد جلالة الملك على مواصلة التعبئة واليقظة من أجل الدفاع عن وحدة الوطن وتعزيز تقدمه وارتباطه بعمقه الإفريقي، وهي المناسبة للترحم على روح مبدعها والدينا جميعا جلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواه، وعلى أرواح كل الشهداء الوطني والأبرار. هذا فيما يخص مضامين خطاب الملك السامي. أما فيما يتعلق بقراءة الخطاب من خلال السياق الوطني والإقليمي والدولي والأممي، يجدد جلالة الملك التأكيد على أن مغربية الصحراء لا جدال فيها بالحق والمشروعية، وليست موضوع أي مساومة ومفاوضة، لكن المغرب المعروف عنه بلد دبلوماسية لغة الحوار يدحض كل مزاعم واستفزازات أعداء الوحدة الترابية، ومن ضمنهم بصفة أساسية النظام الجزائري الذي لا زال للأسف الشديد يتمادى في معاكسة المغرب على سيادته العادلة على الصحراء. لكن المغرب بفضل إجماعه الوطني قيمة وقاعدة يحقق الانتصارات المتتالية لقضيته الوطنية التي تجسدت من خلال الاعتراف المتزايد لعدد الدول التي اعترفت بمغربية الصحراء، والتي كذلك تم الإشادة بمبادرة الحكم الذاتي الجريئة كتسوية نهائية لهذا الإخلاف الإقليمي الذي طال أمده، من ضمنها بطبيعة الحال دول وازنة على الصعيد العالمي كالولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وألمانيا، بالإضافة إلى إقامة عدد من دول شقيقة وصديقة قنصلية لها في كل من العلوم والدخلة. في المقابل تآكلت وطروحت الكيان الانفصالي. يوازي هذه المكاسب السياسية بقيادة الدبلوماسي الملكي الحديثة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله المنجزات التنموية المحققة في عموم الأقاليم الجنوبية، وفي صلبها النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية. ومن بين أوراش هذا الورش الكبير على سبيل المثال الحصر كما ذكر ذلك جلالة الملك في خطابه طريق السريع تيزنيت الداخلة عبر العيون من الداخلة الأطلسي، ربط الداخلة بالشبكة الكهربائية الوطنية، علاوة على مجموعة من المشاريع المتنوعة في قطاع الصيد البحري والفلاحة والثقافة والشؤون الاجتماعية والفوسفات والقطاع الخاص وتشجيع فرص الشغل. وعموما أبرز الخطاب على أن ملف الصحراء المغربية المفتعل قد حسم من طرف المنتدى الدولي، وهو ما فتئ مجلس الأمن الدولي يقرره في كل قراراته منذ 2007، والقرار الأخير الذي تم بموجبه هذه السنة تمديد بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2023 هو خير دليل على تأييد مجلس الأمن للطرح المغربي العادل. نعم، في الختام فيما يتعلق بالشق القاري الإفريقي، تطرق أيضا جلالة الملك إلى تحديات وإهانات التنمية على الصعيد الإقليمي والقاري لإفريقيا. بطبيعة الحال هذا طموح ديال جلالة الملك، وقد سبق له أن أكد على ذلك عندما قام بزيارة إلى مدينة الداخلة
بأن جلالة الملك يطمح بأن تكون إفريقيا قارة متماسكة ومتضامنة ومتقدمة، وهذا بطبيعة الحال سيفتح آفاق الشراكات والتعاون جنوب جنوب من خلال المشروع الكبير لدول جنوب وغرب إفريقيا المتعلق بأنبوب الغاز نيجيريا المغرب، ولعلها في الختام إشارات واضحة لما يهمه الأمر ويتعلق الأمر بالنظام الجزائري بحكام الجزائر. إذا رسائلها دلالات بأن زمن الحروب والنزاعات قد ولى، وهذا ما يجب أن يتجسد بين كل الأقطار الإفريقية والمغاربية من أجل اندماجها وتكاملها. شكرا على حسن الإصغاء والتتبع، وأستسمح السي أحمد العادي على أخذ أكثر من وقتي. شكرا.